كل سنه وانتم طيبين، اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهارده 4 رمضان، بعتذر لكم لو الحلقه هتنزل متاخر، ولكن حبيت اصور الحلقه بعد الفطار، بعد صلاه التراويح، يكون الواحد فطر كده واخد يعني راحته ويعني استريح بعد الافطار الرمضاني الدسم يعني. النهارده بكلمكم عن برفيوم شوبرد ماسك ملكي. سريعا، ده ولا يعني هو ماسك بس مش ملكي عشان نختصر مع بعض. هي الزجاجه دي بشكل لطيف جدا بالمناسبه. الزجاجه تحس ان هي مصروف عليها ومتكلفه بجد، يعني انت بتستمتع جدا بشكل الزجاجه، تحس ان الزجاجه واخده الطابع المودرن القوي، يعني استخدام الميتال نفسه في الاكسسوارز نفسها بيدي الطابع الخاص بالقوه، فهي في نفس الوقت المعاصره اللي هو مودرنزم يعني او مودرنتي. فانا بحس ان الازازه شكلها يعني غالي جدا بصراحه. هو الكاب نفسه اصلا تحس ان هو معدني، وتحس ان هو تقيل بالمناسبه، والزوجه نفسها تحس انها غاليه من بعيد حتى كتصميم وكشكل. فانا بشوف ان هي الازازه ملكيه تمام، انما البرفيوم نفسه كجوس او كعصير او كريحه جوه ما بحسش ان هي ملكيه بمعنى ملكيه. ليه بقول كده؟ البرفيوم اسمه ماسك ملكي، بس انت اول ما بترشه بتشوف حاجه تانية خالص. اول ما بترش البرفيوم انت بتاخد ريحه جلد مسكر ومعاه احساس فاكهي بكل وضوح. المواقع المختصه بتسجيل العطور لان هي بتوصف حاجه والواقع بيبقى حاجه تانية، هي دي مشكله. الفكره ان انت لو دخلت بصيت على وصف العطر على موقع فراجرانتيكا بيقول لك ان التوب نوتس فيه في الاول مسك. انت بتشم في الاول مسك، هو انت في الاول مش بتشم مسك، انت في الاول بتشم احساس الزعفران، احساس السافرون او اللمسه الخاصه بالجلود مع الزعفران والفواكه او وجود الراسبري يعني اللي موجوده في توسكان ليذر، في توم فورد توسكان ليذر. انا معرفش، يعني اعتقد ان اغلبنا كمحبي العطور جربوا او حتى على الاقل شم حاجه شبيهه بيه، ده توسكان ليذر. فانا في البدايه واغلب الناس اللي جربوه، اما انت بترشه بتاخد الافتتاحيه دي، بعد كده بتحس ان الريحه بدات تبقى سبايسي اكتر، تحس ان هي بقت واخده اتجاه تابلي، بس مش تابلي حار، لا دي تحس ان تابلي منعش بيفتح معاك كده، تبدا تحس ان انت بدات تدخل في حته كده تانية منطلقه ويعني ممتعه جدا. طيب بعد اللمسه دي كده ما بتبدا تظهر وبتاخد وقتها، الاحساس بتاع الجلد بيبدا يقل بالراحه، احساس الفواكه بيفضل مكمل، الاحساس السويت ده بيفضل مكمل، الاحساس السبايسي ده بيبدا يخف، بتدخل في النهايه على بيز نوت او قاعده عطريه. بعد ما العطر نفسه بيهدى عليك بتشم رائحه من المسك بتخلي ريحتك نظيفه وبودريه وجميله جدا، يعني بتحس ان انت ريحتك ممتعه. كوصف للعطر على فراجرانتيكا بحس ان هو يعني هو في حاجه غلط، يعني هو يا اما هم عاكسين او يا اما في حاجه غلط، يعني هم قايلين المسك في الاول وبعد كده في النهايه في ليذر. لا خالص، انا بحس في الاول انه في ليذر وفي مسك، والليذر ده ممكن يستمر للنهايه، ده حقيقي، والاحساس الماسكي ده ممكن يستمر للنهايه برضو. يعني انا بحس ان هو في النص كده حاجه بتفصل وبيرجعوا الاتنين تاني مع بعض. انا بشوف ان هو اداؤه ممتاز جدا، لان انا جربته في ايام حاره جدا في الصيف اللي فات، في درجات حراره بتوصل ل 45 درجه او 40 درجه، يعني نازل اقضي اليوم في مشاوير خاصه بالعمل يعني بالشغل، وكانت درجات حراره بتبقى شديده جدا، كنت بشم ريحتي بعد حوالي 4 أو 5 ساعات من الرش يعني في درجات الحراره الشديده دي، وكنت بروح اخر اليوم ريحتي كانت بتبقى لسه ظاهره مع الحركه ومع المجهود. اي حد بيقرب مني بيشم ريحته بيحس ان الريحه لطيفه جدا. فهو كاداء يعني اطمن، انت الاداء مضمون بالنسبه لك. ممكن الفوحان ما يكونش قوي بالشكل اللي الناس تتخيله يعني، ولكن انا مقتنع ان الفوحان هنا مرضي، يعني هيستمر معاك في الحدود دي كده خلال اول نص ساعه لساعه من الرش، ده حلو جدا بالمناسبه. طيب النقطه التانية اللي انا حابب اتكلم فيها هي انه طيب ده بيحسسني بايه؟ ببساطه اشتري جاكيت جلد كده جديد، بس يكون جلد طبيعي،
شم ريحته، حط معاها الراسبري او اللي هو ممكن يعني نقول عليه التوت، حط معاه التوت، ومع التوت حط احساس باودري كده. فانت بتحس ان انت ريحتك جلد نظيف منعش وحلو جدا، وبتديك الاحساس الباودري ده. فانت بتحس كده ان انت منطلق. مش بشوف ان هو عطر كئيب ولا عطر جلود غامقه او جلود حيوانيه. هم كاتبين ان هو فيه لمسه حيوانيه او خط حيواني بمعنى اصح. انا ممكن اقول لك انه ممكن تشمها، لكن مش هي دي الاساس. الاساس ان ده ماسكي باودري، ممكن يبقى فيه لمسه سويتي فروتي وفيه ليذر بس. والليذر هنا ليذر هادي وليذر ناعم، مش الجلود اللي احنا كلنا متعودين عليها خالص. مش الجلود الغامقه، مش الجلود السبايسي القويه اللي تحس ان هي يعني بتتعبك. لا لا خالص، الموضوع هنا مختلف تماما. طيب هل اشتريه؟ من وجهة نظري لو انت عايز عطر او بيرفيوم يعني يقعد معاك طول ايام السنة وتستخدمه في كل المناسبات، استخدمه يعني اشتريه. هو صفقة جيدة وصفقة رابحة، ودار شوبرد من الدور يعني الممتازة، يعني من دور الصفوة. هي بتصنع مجوهرات في الأساس، ومع المجوهرات يعني دخلت صناعة العطور يعني كنشاط جانبي، نشاط إضافي يعني. فأنا شايف إن هو صفقة رابحة، صفقة جميلة أنت تستخدمه في أيامنا الحالية في رمضان. هيعجبك وهيبسط اللي حواليك لو أنت رشيته ونزلت صليت بيه، وهيجيب لك إطراءات لأن هو عامل توازن كده ما بين كل حاجة وبعضها. دي حاجة ممتازة جدا وممتعة. هما بيقولوا ان هو في خط سموكي، انا ما بحسش فيه باي نوع من السموكينس الدخانية يعني، ده مش موجود خالص. اشتريه وان شاء الله يعجبكم. تقدروا تشتروه من خلال الموقع الخاص بينا، هتلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن او وصف الفيديو. انا بشكركم لمشاهدة الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ورمضان كريم وسعيد عليكم يا رب.